أهلا وسهلا متتبعينا الأوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة الجديدة أحييكم في هذا البث المباشر والحصري على قناتكم شعار بريس. هذا البث اللي خصصناه أولا تحية لسي بن حروقة، وكذلك يعني النساء اللي كيتواجدوا معاه اللي شرفونا وشرفوا مدينة الجديدة. فكل حب وكل احترام، لان شفنا واحد صوره جميله ومشهد رائع اللي عطى لنا السي بن حروقه والمجموعه اللي معاه، يعني من النساء. كاين كذلك اللي معاهم وحسات بالامومه لدرجه بانها بكات. وغادي نسمعوا المغامرات، وغادي دابا هي الاولى ان شاء الله. تفضلي مشكوره باش تحكي لنا على المغامره ديالك بدايها من هنا حتى السريعه ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم، تحية للجميع. ربحة هموري، عضوة ائتلاف فعالية المجتمع المدني، نائبة رئيس جمعية المجد ذوي الاحتياجات الخاصة والأعمال الاجتماعية الخيرية. من هذا المنبر هذه كنحيي كل الطاقم الإعلامي اللي واكبنا من أول لحظة حتى الأخير. من جات هذه الفكرة ديال التبرعات وديال المشاركة في هذه الرحلة التضامنية، بكل صراحة تشجعنا كاملين. كل شيء صافي من المرحله الاولى اللي انطلقت تشجعنا كاملين. غير كتدق على شي منزل ولا على شي اخ ولا شي اب ولا شي ام غتقول لي كاينه واحد بالتبرعات، كل شيء كيجي يجري. فين دايرينها، فين حاطينها، فين ما كرهناش حنا نمشيو، ما كرهناش نواكبوكم، ما كرهناش هذا. منين بدات المسيره خرجنا من مدينه الجديده لمدينه تارودانت بمنطقه برحيل، ودخلنا وصلنا. كان التقبل ديالهم ما شاء الله والاستقبال ديالهم رائع، رغم ان هاد الفاجعه اللي هما فيها رحبوا بنا مزيان. منين بدات الانطلاقه ديالنا حنا كنديشارجيو في الرموك وبدينا كنهزو في لي بيكوب. تبارك الله ماشي دوار واحد ولا راه كاين دواوير. غير بالمقترح اننا شدينا هاد 15 دوار ولا 16 دوار اللي صيفطنا ليه المعاونه، اتخذت واحد البادره ومشيت مع واحد لا بيكوب. مادام ان الاخوان كل واحد تقسمنا كل واحد والعمل ديالو، خديت البادره انا وواحد الشاب من جمعيه اميج للشبيبه الجمعيه اميج مشى معايا. اش غنقول لك، الفاجعه الكبرى والله العظيم الا فاجعه كبرى. انني طلعت وطليت في جبال ديور رايبين، رائحه الكريهه اللي كتطلع من دوك البلايص، ناس منكوبه. ما نكذبش عليك والله زعما راه واحد المغامره. فيا الخلعه، ماشي ما فياش الخلعه. تنقول هنا غنحط رجليا، هنا غنطيح، هنا غيطيح هذا الحيط، هنا غيطيح هاد الشجره، هنا غدير هذا. ورغم من داك الشيء واكبت. منين مشيت طليت عليهم راه ما نقولش لك زعما واحد النظره. جيت انا تنبكي عند الاخوان. من تما درت واحد اللايف وهضرت مع الرئيس ديالي وقلت ليه راه زعما ما نقولش لك راه هاد البلاصه اللي هذه الوحيده، ها بلاصه وحده. زعما باش غنقول لك نزيد نواكب لشي بلاصه اخرى كنت غادي واقيلا ما حاش واش غنرجع بقوه الحزن ديالي مع دوك الناس. الاطفال بديك الفرحه ديالهم واخا طليت عليهم، الفرحه كاينه، الحياه كاينه، واخا لا تستمر الحياه. رغم ان كاين هاد المأساة هذه والناس مساكن ما بقات عندهم لا حوايج لا منازل لا حياه لا والو. استمروا في الحياه ديالهم، خرجوا من البلاصه ورجعوا لبلايص اخرين، بداو تستمر الحياه ديالهم. رغم ان الاخوان من اتصلت بهم قال لك ما كرهناش، كون ماشي ضيق الوقت، كون كل شيء وكون راه باتوا تما، كون ماشي ضيق الوقت راه زعما راه المجموعه اللي كتكون من الرئيس وكذلك الاستاذ بحار. نعم، الاخت غزلان، الاخت نورا، الاخوان الشباب اميج ستي زعما مشاو بقلوبهم. مشيت انا بالعين، خليت القلوب معاهم ومشيت بعين المجرده. شفت لان كل ما كان حتى شي واحد فينا خدا ديك البادره ديال بانه يشوف دوك البلايص غادي يبقى فينا الحال بزاف. ماشي شويه. وهما كيطلبوا بالحقيقه، تيطلبوا كيقول لك صله الرحم ماشي بالمعاونات، صله الرحم جسديا. تواصلوا معاهم، نسيوهم في هذه الحرقه اللي هما فيها، وتعزنا زعما الحاره ليهم كاملين من الصغير للكبير. راه كاين عائلات توفاو لهم كلهم وجايين من هذاك المنبر، جايين هما كيساعدوا الناس الاخرين. باش انك انت تساعدو تيقول لك انا غنساعد الاخرين اللي باقيين، هما اللي مات الله يرحمه.
كنحس بان راه باقي عندنا الحمد لله، باقي في بلادنا الخير، باقي الشجاعه كاينه في المراه راه ماشي خوافه كما تيكون بعض النساء. بصراحه المغربيه كامله، وانا شلحه، انا من مدينه الرشيديه. الله يخطيكم، شكرا وتحيه للجميع، كاين المغربي، كاين الصحراوي، كاين السوسي، كاين الشلح، كلنا الحمد لله مغاربه، وعاش الملك. وكنطلبوا من الله يخلي لنا ملكنا اللي اش غنقول لك، اللي لا يحرمنا منه بهذا المنبر هذا، اللي لا يحرمنا منه. شكرا الله على الوطن الملك، شكرا. احكي لنا على المغامرات، احكي لنا شنو شفتي، احكي لنا كيفاش ضموا الناس الجديده. بدايه من البدايه ديال الجديده هنا. السلام عليكم. معكم غزال الحفيني، رئيسة جمعية عمر لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ونائبة رئيس ائتلاف فعالية المجتمع المدني بإقليم الجديدة. يعني بدأت البادرة من السيد الرئيس سي بن حاروقة، يعني هو اللي يعني بدا بالفكرة هو الأول، يعني باش نقوموا بهذه الحملة التضامنية لهذوك المناطق المنكوبة اللي وقعت فيهم الفاجعه ديال الزلزال. وصافي بدينا يعني طرحت الفكره، درنا واحد الاجتماع وطرحت الفكره يعني كاع للاخوان، كاع على الاعضاء والجمعيات ديال اماج وديال التجار، وكلهم عجباتهم الفكره. صافي من تما بدا التضامن ديالنا، يعني نسينا دارنا، نسينا وليداتنا، نسينا كنخرجوا من الصباح ما كنرجعوش يعني حتى الليل، صافي حتى لجوج الليل ولا هذا، وحنا كنجمعوا في، وحنا يعني بواحد والله فرحانين، ما كنفكروش لا في الماكله ولا يعني قادروا نبقاو النهار كامل ما عندناش مشكل، ما كنحسوش كاع لا بجوع لا بعطش لا فرحانين اننا كنجمعوا في هذوك المساعدات، يعني كنجمعوا فيهم وكنتخيلوا يعني ملي غتمشي دير هذوك الناس يعني غادي يستافدوا من هذاك الشيء اللي هما في امس الحاجه ليه. وصافي بقينا يعني واحد جوج الاسابيع تقريبا وحنا كنجمعوا في هذه المساعدات، والحمد لله يعني كاع الساكنه ديال مدينه الجديده ساهمت، يعني كبير صغير اطفال، يعني كيجي طفل صغير ولا بنيه كتجيب مثلا كسوه ديالها، يعني راه عندنا واحد الفيديو ديال واحد الطفله يعني هبطات من دارهم جايبه كسوه ديالها وقالت لنا هذه ديوال شي بنيه قدي فين غتمشيو. وعاد فاش وليدات كاين اللي جايب النص ديالو، كاين عاد فاش يعني كاينين ناس مساكن اللي هما محتاجين المساعده وساعدوا حتى هما، يعني واخا كيجيبوا غير باكيات السكر وباكيت اتاي، المهم راهم يعني حتى هما ساهموا. وصافي بقينا المهم كنجمعوا في المساعدات. قررنا اليوم اللي غادي نمشيو فيه، اتصلنا يعني كنبغي نقدم واحد الشكر كبير لايوب ابو الهدى، يعني هو اللي عطانا الكاميو الرموك اللي دينا فيه السلعه، يعني واحد الشكر كنقدموا ليه شكر كثير، الله يجعلها لي في ميزان الحسنات. وكنبغي نشكر الاستاذ شراق عبد الغفور، يعني حتى هو اللي وفر لنا ترونسبور ديال النقل اللي مشينا فيه حنايا. لا كانوا جنود الخفاء، ولكن كيجيو عندنا حتى هما في الليل كيقولنا شنو باقي خاصكم شنو بغيتوا، يعني الاستاذ شراق اللي عطانا الترونسبور باش مشينا وتكلفوا بكاع المصاريف ديال الشيفور والمصاريف ديال التنقل، وكيقول لنا يعني واش مازال باقي خاصكم شي حاجه نعاون بها، وما كراش انه تا هو يمشي معنا ولكن لظروف العمل، يعني كنبغي نقدم لهم واحد الشكر كبير. وصافي يعني كانت الانطلاقه مشينا نهار الجمعه يعني مع 12 الليل، شدينا الطريق لمدينه تارودانت، ويعني كنا بواحد الفرحه، غاديين بواحد الفرحه ولو اننا متالمين يعني في الداخل ديالنا، ولكن فرحانين ان غادي لهذوك الناس بالمساعده. وصلنا يعني مع 6 تاع الصباح، وصلنا مع 6 تاع الصباح، يعني استقبلونا، مشينا للمسجد اللي كاينين فيه هذوك الناس يعني اللي وقع عندهم هاد الفاجعه، يعني شي وحدين منهم جالسين في المسجد واستقبلونا، دارونا الفطور، يعني استقبلونا بواحد الطريقه ولو انهم متالمين، يعني ناضوا فرحوا بينا ورحبوا بينا ما خلاو زعما شنو داروا علينا. يعني هم في عندهم الفاجعه ومتألمين الفقدان ديال الاهل ديالهم والابناء ديالهم، ورغم هكاك يعني كرم الضيافه، يعني باش تعرف بان المغاربه راهم يعني كرماء، يعني ولو كانوا فرحانين ولا كاين عندهم الحزن وهذا المهم كيفرحوا بك. وصافي الحمد لله يعني قمنا فرقنا داك الشيء، يعني كاع الاخوان كل شيء يعني دار المجهود ديالو. وكنبغي نقدم يعني تحيه لبعض الاخوان ما جاوش معنا، ويسدا النوره، عبد الاله نويلي، هادو يعني كانوا حتى هما بقاو واقفين معنا حتى الاخر يعني لحظه، انهم
الدراري ديال جمعيه اميج ما جاوش، الاخت مريم اللي في المنبر ديال الدكاليه حتى هي مشات معانا، الاخت فوزيه، يعني كاع الناس يعني كلهم كانوا حاضرين معانا، كلهم بذلوا يعني واحد المجهودات كبيره، يعني غير باش نقسموا هذاك الشيء اللي ديناه، يعني راه ماشي ساهل، يعني وكانت الحراره وكان هذا، ورغم هكاك يعني كل شيء فرحان، كل شيء يعني باش تقسم هذاك الشيء اللي ديتي على واحد 16 دوار، يعني راه ماشي سهله، يعني راه من الصباح كيف كنقول لك، يعني من 6 الصباح وحنا كنفرقوا في هذاك الشيء كنقسموا فيه، يعني حتى العشيه، والحمد لله. ولو ما توصلوش كاع الناس يعني بالمساعدات، ولكن واحد المهم بعد راه واحد الناس يعني توصلوا، وكنفكروا دابا نعاودوا نديروا واحد الرحله اخرى يعني تضامنيه، ونديو يعني الحوايج اللي هما باقيين محتاجينهم، وكنتمنوا اننا نوصلوا يعني للجبل تما فين كاينه واحد المأساة، يعني كيف قالت الاخت رابحه، يعني مشات هي اللي شافت يعني بعينها، يعني كاينه واحد المأساة اخرى، واحد العالم اخر تما لا مشيتي، يعني كيف هذا هو المغرب المنسي، يعني الناس ميته وهي حيه، يعني بلا زلزال، يعني محتاجين المساعدات، محتاجين الدعم النفسي والمادي والمساعده يعني الطبيه الصوره الجميله ربما اللي شفناها على مستوى المغرب كامل او على مستوى المملكه المغربيه الشريفه، اللي شرفتنا وتقريبا عطينا صوره او عطينا واحد يعني يعني كاع العالم، الانسان باش يحس بواحد الحفاوه وواحد الشحنه داخليه اللي غتمنعه باش يحزن او حتى باش يكتئب بصح. ولكن كيف ربي دار هذا الزلزال باش نعرفوا راه كاينين خوتنا يعني في اماكن اخرى يعني متضرره ومحتاجين لينا يعني بزاف، يعني عساكم تكرهوا شيء وهو خير لكم، يعني ربما هذا الزلزال ويعني وحل بعض الاعين ديال الماء، يعني كانوا ديك المناطق ما كاين عندهم الجفاف، كاين يعني راكم شفتوا في المنابر الاعلاميه يعني تحلوا بعض الاعين ديال المياه، ودوك الناس يعني فرحانين بها، ويعني كانت واحد اش نقول، كانت مغامره يعني مفرحه وفي نفس الوقت مؤلمه، يعني تألمنا احنا بزاف، الناس اللي مشينا عندهم وشفناهم يعني يعني من اللي مشينا وحنا كنبكيو، لا نساء ولا رجال، يعني ما كتقدرش تصبر، يعني ملي كيبداو يعاودوا لك كيفاش وقع كانوا المشهد يعني واحد المشهد اثر فيا. كنت مشيت انا والسيد الرئيس والاخت زهره كعوان، كنا مشينا، جات عندنا واحد السيده قالت لنا راه حنا بغينا واحد لاشيز، واحد السيده مهرسه من الباسان، مشينا حنا والسيد الرئيس والاخت زهره مشينا باش نشوفوها، دخلنا عندها يعني طريحه الفراش يعني مهرسه، يعني ما تقدر لا تنوض لا والو، لقينا هي وواحد الولد ديالها هو اللي بقى لها، يعني الابناء ديالها كاملين ماتوا، يعني مهما دخلنا قالت لنا انا ماتوا لي كاع وليداتي، يعني ماتوا بين عينيها قدام عينيها، وولدها الاخر قال لي كيعاود لي قال لي انا كنت ناعس ومعنك خويا خو الصغير، قال لي ناعس معنقو، قال لي حتى طاح هذاك الشيء، طاح عليهم السقف، قال لي ملي طاح علينا السقف طاح على خوه، يعني هو يعني كبير شويه الولد، يعني حاول انه يحيد على وجهه التراب وهذا، ولكن الوليد قال لك طاحت عليه الحجره، قال لك ما بقيش ما قدرتش نحيد عليه هذاك الشيء، قال لي مات لي بين يديا على خوه الصغير، يعني واحد المنظر والله مؤلم والله، يعني يكون اي واحد غيسمع هذاك الشيء وغادي يبكي، يعني واخا يكون كيف ما غيكون. مشهد مشينا يعني ملي فرقنا دوك المساعدات، يعني احنا صيفطنا لبعض الدواوير، ويعني وحتى الناس اللي جاو تما في ديك البلاصه اللي كنا فيها كنفرقوا فيها، جاو سكان يعني قرابين تما، حتى هما عطيناهم يعني كي زغرتوا كي يقولوا عاش الملك، يعني فرحانين، يعني راه كاينين بعض الفيديوهات راه حنا لحناهم في يعني حاسين بواحد الفرحه واحد، وفرقنا يعني اللعاب دينا حتى اللعاب ديال الوليدات الصغار فرقناهم عليهم، يعني كل واحد وباش تكلف كل واحد، يعني دوك الوليدات ملي كتعطيهم هذوك اللعاب واحد الفرحه ما نقولش لك كيفاش كتبان عليهم، دينا الحفاضات ديال الوليدات الصغار، دينا كاينه واحد السيده حتى هي يعني كانت حتى طاحت عليها الدار ديالها، وعندها واحد البنيه ديالها باقا صغيره، يلاه تقريبا تكون عندها شي شهر ولا 3 شهور، يعني 3 شهور حتى هي يعني جبدوها من تحت الانقاض، هذيك السيده حتى هي يعني مشى لها كل شيء، عائلتها كل شيء بقات هي وديك البنيه، والحمد لله الدراري ديال الجديده هما اللي مشاو يعني تكفلوا بهذيك الاسره، كراو ليها واحد البيت وخلصوه لها لمده 2 عامين،
يعني الولاد تاع جديده يعني خلصوا ليها الكرا ديال عامين، ومشينا حنا فرشنا لها، عطينا واحد الفراش، واحد الصالون، عطينا الاغطيه، عطيناها فران، عطيناها بوطه، يعني باش تلقى مسكينه باش غدا على الاقل باش. ولكن واخا غدير هادشي يعني درنا مثلا الوحده، ولكن راه الالاف كيتسناو حتى هما نفس الشيء، يعني كنطالبوا من الدوله حتى هي يعني على الاقل يبنيو ليهم بعدا السكن، لان دابا فصل الشتاء جاي وانتم عارفين هذوك المناطق يعني راه البرد اللي كيكون فيهم والثلج وهذا، يعني ضروري خصهم سكن، يعني ضروري خاص الدوله تسرع في البناء ديال هاد المنازل لهاد الناس. والحمد لله يعني المهم كنحسوا حنا بواحد الفرحه بعدا في الداخل ديالنا باننا راه قمنا بواحد الواجب وطني في حق هذوك الناس. وشكرا. حره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوف انا باختصار وندوزك الاخوان عاد ناخذ انا الخاتمه. انا بكل صراحه والله العظيم هذا المشهد اللي تكلمت عليه الاخت غزلان انا مشيت معاهم كما قالت لك هي، اقسم لك بالله الا عندي لا فيديو غير ما بغيناش نشروا داك الشيء. فيه السيده مهرسه من الباصان ديالها ما كتحركش، هي كما قالت لك دينا لهم بعض المساعدات غذائيه ودينا لهم كرسي متحرك وبعض الادويه. والله العظيم لقيت الدموع اللي شفت انا في عيون الاخوات وخصوصا الاخت غزلان في هذا المشهد هذا، والله قسما لا الدموع تنزل. وهذا الشيء راه اثر فينا حنا كاملين، اقسم لك بالله لا اثر فينا حنا كاملين للاسف. الاخت رابحه كذلك، هي طالعه الجبل ودايره معايا لايف وانا كنشوف الدمار اللي كاين بهذيك المنطقه، الدمار ديال بصح. وكتقول لك اودي راه كتهضر معايا وقرطه سميتو ما داتش معايا الكمامه، الرائحه ديال الانقاض ديال الجوتات ديال الحيوانات وديال الناس هذا تحت الانقاض باقي ديك الريحه كريهه، يعني واحد الريحه ما تصورش. والله العظيم انا كنوجه الشكر لهاد الاخوات وهاد الاخوان. سي بوكر كذلك، حيت حنا اصلا معنا امازيغ، حنا داخل الائتلاف وحنا داخل الائتلاف، يعني هاد الاخوات وهاد الاخوان راه كيقوموا بواحد العمل جبار جبار بكل واقعيه. الائتلاف يا الله عنده تقريبا راه ما كاملش عنده سنه، واستطعنا باش نديروا واحد المجموعه ديال الانشطه، من انشطه اجتماعيه انشطه ثقافيه، واحد واكبنا المناسبات الوطنيه. يعني حنا باقي في المهد ديالنا، ولكن استطعنا باش يكون الحضور ديالنا مميز هنا داخل اقليم جديده، وهذا الشيء كامل بفضل الاخوات والاخوان اللي معنا داخل الائتلاف. حنا بخصوص هذه القافله درناها بشراكه مع جمعيه ديال التجار بمدينه فيدراليه ديال التجار بمدينه الجديده، وكذلك مع واحد الجمعيه شبابيه اللي هي جمعيه ديال اماج لتربيه المغربيه لتربيه الشبيبه. شنا واكبتوا معنا انتم كمنبر اعلامي اللي كنشكركم كشعار بريس اللي كنتوا حاضرين معنا منذ انطلاقه ديال الحمله، بعدا بالنقاط اللي كنا تقريبا كان واحد 5 ديال النقاط ديال لا كوليكت اللي كنا كنجمعوا فيهم مساعدات. حنا كمغاربه بصفه عامه حنا ابهرنا العالم ماشي المره الاولى في السراء وفي الضراء. يعني في السراء ملي دزنا المربع الذهبي خلال كأس العالم، وكانت هذه سابقة، أول بلد عربي وأول بلد إفريقي كيوصل للمربع الذهبي، وشنا العالم كله خصوصا العالم العربي كيلتف كل شيء هاز الراية ديال المغرب. يعني هذه كانت في السراء. كذلك في الضراء ملي وقعت الفاجعة ناض الشعب المغربي تلقائيا. نتكلموش على السلطات كدير الخدمه ديالها. ناضت القوات المسلحه بتعليمات من جلاله الملك، كان التدخل ديال القوات المسلحه الملكيه، الوقايه المدنيه، السلطات الاقليميه والمحليه، فرق الانقاذ، القوات المساعده. يعني في الوهله الاولى الدرك الملكي، في الوهله الاولى كل شيء كان كيتحرك، وهذا الشيء واكبنا وشفنا بعينينا. احنا الشعب وكمواطنين تلقائيا كل شيء ناض. نقاط ديال التجمعات بداو الناس كتجمع، بدات الناس كتحط، واحد شويه كتشوف كل شيء كيحط المساعدات تلقائيا. هادو كانوا مواطنين عاديين، يعني ما عندهمش شي انتماء سياسي او جمعوي. من بعد ناضوا الجمعيات ديال المجتمع المدني، ومنهم الجمعيه، منهم الائتلاف ديالنا حنا بالشراكه مع الفيدراليه وجمعيه اماج. يعني
حاولنا نظمنا الحمله ديالنا. الحمد لله كانت حمله منظمه، كان واحد 5 ديال النقاط ديال التجمع. الجديديين والجديديات ساهموا بما قدر الله، وكانت مساهمات قيمه، شنا النساء راه شفتوا نتوما لي فيديو، امراه مسكينه جايبه بيدو ديال الزيت، وعندنا الصور، الوليدات الصغار، كاين اللي جايب سبرديله، كاين اللي جايب كارطابل ديالو جايبها، كاين راه سبحان الله، كاين اللي جايب لك نونوس ديالو، وليدات صغار. والله هادشي راه شفناه وواكبتوا معنا هادشي وشفتوا هادشي نتوما كصحافه. الحمد لله حنا جمعنا لا كوليكت، كانت في المستوى، كان الدعم ديال بعض الاخوان الاصدقاء، كان الدعم ديالهم. مشينا للمناطق، يعني مشينا للتارودانت بالضبط، ومشينا للمنطقه ديال برحيل، جماعه برحيل، تما فين فرغنا ديك الحموله اللي جبنا. كانت منتوجات متنوعه، يعني كانوا اغطيه، افريشه، لي ماطلا، القطاني، ركزنا شويه على القطاني، كانت مواد غذائيه متنوعه، كانوا خيام، كانت اكثر من 700 جلابه جديده. هذه جات من الفضل بالاخوان ديال الفيدراليه والقيصريه ديال التازي اللي تبرعوا بما يفوق 700 جلابه شويه. اقتنينا لعاب ديال الاطفال باش نفرحوا هذوك الوليدات، لعل وعسى ينساو شويه واحد المعاناه ديالهم، لان تما فعلا شنا بعينينا، شنا اليتامى، شنا الارامل، شنا يعني الناس في واحد الوضعيه، راه الناس هبطات من الجبال ودارت الخيام لتحت، واستطعنا باش نوصلوا لهذيك المناطق تقريبا ما يفوق واحد 16 دوار. اللي نعطي الاخ اللي كان دار الاحصاء ديال هذوك الدواوير وكان متبع لي بيكوب، وهذا الشيء راه موثق بالصور ديال كل بيكوب فين مشات، بالاسم ديال الدوار، بالتفريغ ديال هذيك الحموله، والناس كتكلم وكتشكر في الساكنه ديال مدينه الجديده. وحنا هذا الشيء راه ماشي حنا الاولين، كانوا جمعيات قبل منا، من هنا من منطقه الجديده، من منطقه دكاله كذلك، كانوا متطوعين اللي ما عندهمش شي انتماء تما شفناهم. والحمد لله هذا الشيء كامل حنا قدمنا واحد الصوره للعالم، صوره يعني اللي ربما ما تقدرش تشوفها شي بلاد اخرى من غير المغرب. يعني هذا التضامن راه كلشي تكلم عليه، جميع القنوات الدوليه تكلموا على التضامن ديال المغاربه، لان حتى الفرق ديال الانقاذ ديال الاجانب، ديال البريطانيين ولا ديال اسبانيا ولا شنو، ملي كانوا كيمشيو لهذوك المواقع المتضرره كانوا كيلقاو راه دازت القوات المسلحه الملكيه، ودازت الاطقم الطبيه، وتم انقاذ ما يمكن انقاذه، وتم اجتيازات ديال الجثات، وكيلقاو العمل راه داز. وهذا الشيء راه بالشهاده ديالهم هما، حنا راه ما قلنا والو، وبالشهاده ديال العالم، وبالشهاده ديال القنوات الدوليه. حنا دائما حنا كمغاربه كنعتزوا بهذا المغرب ديالنا، وكنعتزوا بالملك ديالنا، وحنا دائما جنود مجندين وراء جلاله الملك نصره الله، ودائما الشعار ديالنا هو الله الوطن الملك. اقسم بالله الشيء حنا كمغاربه الى دعت ضروره نديروا مسيره لاي منطقه، المدن المحتله، راه هذه المره ما تلقاش 350 الف، راك غتلقى مليون مغربي وراء جلاله الملك. وشكرا سي هشام، شكرا المنبر ديالكم. السلام عليكم. غير باش نختصر، لان باش ما نطولوش، لان طولنا شويه في هذا. المهم غير لان كل ما غادي نقولوا راه قالوا الاخوان والاخوات سبقونا، غير هي واحد المظهر اخر اللي هو مهم، والاخوان اللي ما تركوش، اللي هو الطريق، الكونفوا ديال الطريق اللي كاين ما بين ملي كتشد لوطوروت من عند ايمنتان حتى الورزازات، كتلقى كونفوا ديال حتى تارودانت، كتلقى كونفوا ديال المساعدات من جميع ربوع المملكه غاده مع هذا، وكاين تجمع في هذوك لي زير دوروبو، هذا كتلقى الناس، وكتلقى جميع من شي من الدار البيضاء، شي من الرباط، شي من الشمال، شي من الجنوب، غاديين لهذيك المنطقه اللي هي الاتجاه ديالهم وهو برحيل ومناطق المنكوبه. ومناطق المنكوبه راه الاخوان دواو يتكلموا، لان داك الشيء راه كيحز في النفس ومؤلم بزاف. ونخلي بوبكر باش يعطيكم غير المشهد اللي حز في نفسي، وهو هذيك البنيه الصغيره، اصغر بنيه، اصغر مواطنه اللي جبت من تحت الانقاض، وناشطه وضحكه وبخير وعلى خير. وهذا راه هي اللي كاينه في المواقع ديال التواصل، هذيك راه شناها بذاتي، وشناها لان تبارك الله هذا. وكنشكر ثانيا جميع كل من ساهم، لا من قريب ولا من بعيد، في انجاح هذا، لان ما يمكنش غتنجح هذه القافله الا بتضافر الجهود، لا الاخ ابو الهدى ولا السي شراق
ولا الاخوان ديال الفيدراليه ديال التجار، الاخوان ديال لاماج، كل كنا جسد واحد. رغم المرض ديالي وحق الله العظيم والله ما كنت كنحس، لان داك التعب جاني راحه انايا، رغم ان رلعت رجلي وهذا. والاخوان كيقول لي دوز تبرك، دوز تريح ترتاح، والله ما كنت كنحس بشي حاجه. عندك هذاك الشيء واحد النشوه، لان رغم انه هو مؤلم ولكن في نفس الوقت مفرح. كتفرح كتشوف الناس عندهم الام وعندهم المشكل وضاحكين ناشطين ومستقبلينك وفرحانين بك، كيفاش انت غادي دير وغادي تكون انت مدير. وشكرا لخويا هشام على هذا. ونخلي الكلمه الاخ ابو بكر يعطينا الديتا ديال. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو بكر السوسي، نائب رئيس فيدرالية جمعية تجار مدينة الجديدة. هاد القافلة أنا غنهضر على طريقة ديال كيفاش توزعت القافلة. بطبيعة الحال توزعت بالمجهودات ديال فيدرالية جمعية تجار مدينة الجديدة وائتلاف فعالية المجتمع المدني والجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وكذلك ما نساوش الإخوان ديالنا اللي في ورد بالرحيل، إخوان وأخوات اللي وقفوا معنا تما واستقبلونا أحسن استقبال، وكنا معهم ديجا في التنسيق من جديدة. كنا معهم في التنسيق تما، وملي مشينا تما لقيناهم ديجا وجدوا لنا واحد لا ليست ديال جميع الدواوير اللي محتاجه المساعدات ديالنا. بطبيعه الحال اللي حنا في واحد جلسه اللي اختارينا فيها الدواوير اللي محتاجين بزاف، اللي ما وصلتهمش المساعدات. بعض الاخوان كما قلنا الاخت رابحه هي اللي مشات وطلعت هنا. علاش بالضبط رابحه طلعت بناء على المبادره ديالها، وبالنسبه لنا حنا ما طلعناش. علاش؟ حنت بغينا نستهدفوا تقريبا اكبر عدد ديال الدواوير. الا جيت نطلع انا ويطلع سعاده الرئيس بن حاروك ويطلعوا الاخوان، المسافه ديال الطريق صعيبه، غادي نضرب 30 كيلومتر 40 كيلومتر حتى 100 كيلومتر. كاين الدور اللي مشينا لهم حتى 100 كيلومتر اللي صيفطنا لهم المساعدات. الا مشينا ونجيو ما غاديش تفوت 3 دواوير 4 دواوير في النهار. احنا فضلنا باش صحاب الدواوير اللي مستهدفين نعيطوا ليهم، كل واحد جاب بيكوب ديالو وريحنا معاهم. انتم شنو خاصكم؟ احنا كاين اللي كيقول لك عندي الاغطيه خاصني المأكولات، كاين اللي كيقول لك عندي المأكولات خاصني اغطيه، كاين اللي كيقول لك عندي كل شيء خاصني لي طونط. اشكون دينا معنا تقريبا واحد 12 طونط. صراحه واحد الدوار اللي عطيناه كاع لي طونط. علاش؟ كاينه 112 لدار في هذيك الدوار كلها تسوات بالارض. وهذوك الناس اش قالوا لنا؟ المراه اللي كانت جات هي وواحد السيد تما امين المال ديال ديك الجمعيه، قال لك احنا بغينا غير لي طونط فاش نجمعوا غير الدراري الصغار والشيوخ. الى عندكم فعلا عطيناهم لي طونط، عطيناهم الاغطيه، عطيناهم ما سميتو. هذا الدواوير غنذكرهم لكم. كاين دوار تيبيط، دوار توبقال، دوار تيفغورت والنواحي، دوار تجقالت والنواحي ديالها، دوار ايغل، دوار ايزيد، دوار ايتي غيل جماعه ارزان، دوار ايت برايم جماعه ارزان، دوار مزوده جماعه اسايس، دوار تيقي، دوار اسكاون، دوار تيدلو جماعه ايدو قملال، دوار ترك جونت، دوار ايدو بلال، دوار المخزن. هادو الدواوير اللي خادوا المساعدات ديالنا وصلاتهم. وهذه راه موثقين عندنا بالفيديوهات. علاش؟ لان الدراري اللوجيستيك اللي كنا معولين عليه تما ديال وراد بالرحيل، كان كل واحد من هذيك اللجنه اللي درنا كيمشي معهم ولاد المنطقه وعارفين الصعوبات ديالها، كيمشيو مع بيكوب حتى كيمشيو يخويو وكيرجعوا عندنا وكيصوروا لنا المساعدات فين مشاو. تما كاين واحد الدوار اللي الفوق اللي ما قدوش يطلعوا ليه بالبهايم باش طلعوا للدوار هذاك واللي فوق منه، حيت صيفطناهم جوج مساعدين، الدوار التحتاني والدوار اللي الفوق طلعوهم بالبهايم. وهذاك الشيء صيفطوا لي فيديو فيه مفرقينو، عندهم 52 كانون، كل كانون جمعوا داروا بحال سميتو كل حاجه بوحدها. هذه فرقوا كل حاجه باش يفرقوا على كل دار. يعني كل دار شحال فيها هذه المساعدات، راه ما يمكنش غتقد هذوك الدواور اللي عطيناهم. دونك نتمناو من الاخوان اخرين في المغرب كامل يمدوا هاد الناس بالمساعدات اكثر. وواحد
النقطة هي اللي عجبتني في هذا الشيء كامل، رب ضارة نافعة، بأن بينات بأن المغرب والحمد لله راه محبوب من طرف العالم. علاش؟ العالم كامل وقف ملي طاح هذاك الدري الصغير ريان في البير، العالم كامل وقف معنا. كذلك في هذه الفاجعة العالم كامل بغى يساهم معنا. في المنتخب في هذا الشيء، في المصائب، اما في الفرح كذلك العالم كامل فرح معنا. يعني الا بكينا كيبكيو معنا، الا فرحنا كيفرحوا معنا. هذا كيبين على اش غنقول لك، كيبين على المغرب في القلوب ديال برا، سواء العرب ولا امازيغ ولا نصارى ولا اليهود، كما بغا يكون النوع ديالهم. المحبه ديال المغرب كاينه في العالم كامل. وشكرا الاخ هشام. تمازيرت ماذا ونغ اسما راون تبدا خصنا نمدن لك وليلا غير المناطق اللي كل يوت الزنزالات راون تقدم عازين اي جديده كله راون تقدم تاع عازين. نتمنى ان شاء الله باذن الله التزريم المصيبه هذه اللي في الضرم اشكو تلقى مصيبه. نكون بغيت لو قدام تبنون زاغتي قوم منون تسكرم زاغيك اليد اللي توالف تعيش من الدنيا تنون غيك اللي انت ويفكر ربي اللي فلاونيك تبربي انت ناي نكني ولا نظفر بلا اين من صدارات ديدو نسكر واخا ديدو نسكر ديدو نسكر ولنوفي اللي فلاغ تستحقام. وتحيه للجميع. غير للتوضيح الاخ هشام، غير واحد المساله. الاخ بوكر راه امازيغ، ولكن راه لا علاقه بديك المنطقه، راه هو من النواحي ديال تفراوت والنواحي ديال بعض الاخوان يقول لك فوالا لانه راه مشى لهذيك المنطقه ديالو ولا مشى للمنطقه ديالو، لا علاقه له بهذيك المنطقه، راه هو غادي يقول لنا المنطقه ديالته بالضبط فين. انا بالضبط في اقليم الشوكه ايتباها، جماعه تنالت قيلت وجماعه تنالت دوار تايرت قبيله ايتيحيا عملت بيوغرا. هذه هو بالضبط الادريس ديال الدوار، لان فعلا واحد من الائتلاف واحد الاخ عيط عليه وسولو وقال لي واش بوبكر دار مساعدات للدوار ديالو. احنا في اتجاه وحتى احنا ضرب عندنا الزنزال، ولكن ولله الحمد حتى حد ما تقاس، حتى حد ما كاين حتى شي بعض خسائر طفيفه في البنايات، اما الارواح الحمد لله حتى شي واحد ما تقاس ولله الحمد. الناس اللي منكوبين هما ديال الحوز وديال تارودانت، كنتمنى سيدي ربي يفك عليهم هذا الشيء. غير كاضافه واحد بسيط، حنا كنشوفوا في دول اخرى ملي كيوقع الزلزال كلشي كيهرب، ما كيبقى حتى حد، كلشي تيهرب. هنا في المغرب ملي وقع الزلزال والمغرب كلشي جا، كاينين هزات ارتداديه والمواطنين حاضرين طالعين، الحجر كيطيح والناس طالعه غادا بالمساعدات. راه هادشي والله ما تشوف شي دوله. حنا خارجين يلا قربنا امس كرود وعيطونا قلنا هزه دابا والله العظيم يلا خارجين من الجديده قالوا لنا راه كاين من برا فين خارجين ملي كنا راجعين ومع ذلك فهمتي والله ما كتهز فينا شعره، ما خافناش والو. والمغاربه كاملين والله القسم الشعب اللي ما كيخافش هما المغاربه. وهذا الشيء شوف حنا المغرب حتى على المستوى العالمي حنا دوله اللي ما عندهاش الموارد الطبيعيه، ماشي كبعض الدول الحمد لله ما عندناش الموارد الطبيعيه، ولكن حناش عندنا واحد الحاجه ربما اللي ما كيتميزوش بها باقي الدول. عندنا الشعب اللي ما كاينش بحاله، وعندنا الحمد لله عندنا شعب. كيف كتوقع شي حاجه كتشوف الشعب كله يدا واحده وتحت القياده الرشيده ديال جلاله الملك. هذا هو الفضل ديال الملكيه في المغرب. الناس كنشوفوا الجمهوريات شنو واقع، نشوفوا داك الربيع العربي شنو دار، ولكن الحمد لله المغرب
بلد آمن تحت القيادة دائما الرشيدة ديال صاحب الجلالة، والحمد لله. احنا كاملين الكلمة ديالنا الأخرى: الله، الوطن، الملك. بغيت نزيد واحد الكلمه، هذه حتى هي راه كندخلها انا شخصيا في ثوره الملك والشعب، لان الملك عطى التعليمات ديالو الساميه لجميع المؤسسات ديال الدوله تواكب هذا الزلزال، والشعب من الداخل ديالو بدون حتى شي حاجه مشى كيتضامن مع خوتو. دونك هذه حتى هي كنعتبرها واحد الملحمه اللي هي خصها يدار لها عيد وطني ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم. أجدد الرحمة والمغفرة على الضحايا الزلزال، وكما قلت سابقا رب ضارة نافعة. ربما هذا الحدث أو هذه الفاجعة هذا قضاء الله وقدره، ربما غادي تعطي واحد الحياة أخرى لهاد الناس اللي مازالوا على قيد الحياة. وتحنا كانت لنا مشينا واكبنا تحنا هذا الحدث، وشفنا بأن هناك ضحايا رغم أن الناس كاين مهرسين كاين معطوبين، فعندهم أمل في الحياة ورضوا بقضاء الله وقدره. وأنا أطلب من سعادة الرئيس والإخوان والأخوات نعاودوا نديروا حملة تضامنية، وحنا مشتاقين يعني هاد المرة غتكون يعني نمشيو كما قلنا لأعالي الجبال. حنا ما كيهمنا ونتمنوا حنا نديروا يومين و3 أيام من هذا، وإن شاء الله سنحقق هذه الأمنية بإذن الله، والله العظيم سنحققها بإذن الله. وكنشكر الأخ الكريم اللي واكبنا ليل نهار، وشعار بريس باسم في شخصية هشام فقير. نشكرك جزيل الشكر، أعانك الله في مسيرتك. كذلك حتى أنا كنشكرك وكنقول لك جعلك الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشعارنا كما قال سي بن حاروقة: الله، الوطن، الملك. فاللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا بقيادة محمد السادس نصر الله وأيده. فالله يشفي المرضى، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم وأكرم نزلهم، اللهم واسقيهم بالماء والثلج والبرد، ونقيهم اللهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أحسنتم تفضلوا، أحسنتم كذلك للناس اللي قامت والناس اللي سهرت والناس اللي عطات والناس اللي نفقت. الله يوحد الكلمة ديالنا، الله يخلينا دائما من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كرب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.